ارسنال بيخسر من نيوكاسل 2-0 في الكاراباو كاب سيمي فاينل في الاميريتس عشان يبقى بنسبة كبيرة جدا 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 خرجنا من الكاس. النهارده شفنا الفرق بين فرقة عندها مهاجم وفرقة ما عندهاش مهاجمين. النهارده شفنا الفرق بين ازاي لما يكون عندك مهاجم زي ايساك يقدر يصنع الفرق الفرقة زي نيوكاسل ويكسبهم ماتش، وشفنا ازاي يبقى عندك 11 لعيب لو قعدوا يلعبوا لتاني يوم الصبح بكرة مش هيجيبوا جون. تمام. النهارده ارسنال وارتيتا تاني، وهفضل اقولها لكل ماتش بنوقع فيه نقط في الدوري او بنخسر فيه في اي بطوله، بيدفعوا تمن عدم تدعيم الفرقه بهجوم. وميكل ارتيتا كل اللي بناه مع ارسنال واللي حصل والمنافسه اللي حصلت في التو سيزونز اللي فاتوا بيهدوا، وبيبتدى عمليه الهدم دي ابتدت من اول صفقه كاي هافرتس الموسم اللي فات، والهدم بقى اقوى واقوى من اول انتقالات الصيف اللي فات، صفقات كالافيوري وميرينو وستيرلينج وحاجه بدون انياب، وصفقات تدل على عدم طموح، وفرقه لا عايزه تنافس على دوري وعلى تشامبيونز ليج. يعني أنا في ناس بتقعد تقول لي مش مشكله الدوري نركز على تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج ايه يا جماعه؟ احنا مش عارفين نكسب نيوكاسل، مش عارفين نكسب نيوكاسل في الكاراباو كاب. النهارده شفنا كميه الفرصه اللي جت لمارتينيلي في اول شوط، والفرصه اللي جت لهافرتس اللي هي العرضيه اللي تروسرد عملها اللي خبطت في لعيب نيوكاسل بعدين نزله على دماغه. نزله اللعيب اللي انت جايبه ب 60 مليون يا ارتيتا، ها نزله على دماغه عدله، قام جايه في كتفه، معرفش حد شاطها بدماغه. وشفنا هناك حاجه قاعد بتحسر كل لمسه ايساك بيلمسها بالكوره، كل تحرك، كل شوطه، كل باص على الجون، مش ممكن. قاعد بتحسر اللي هو ازاي عينك ما جابتش المهاجم ده، ازاي ما تكونش في الصيف اللي فات البرايورتي بتاعتك او النمبر 1 برايورتي ان انت تروح تجيب ايساك ده وتوفر كل الفلوس انت جبت بيها ميرينو وكالافيوري والفلوس اللي هتدفعها لستيرلينج في الرواتب بتاعته دي، وتمشي اللعيبه اللي انت مشيتها وروح هات ايساك بس، مش عايز صفقه تاني، مش عايز اي صفقه تاني. ازاي ما النادي ما اتحركش على لعيب زي ده؟ احسن مهاجم رقم 9 في العالم دلوقتي. اتفرج بقى على سعره هيبقى عامل ازاي بعد الموسم ده، بعد كل الاداء اللي هو قاعد بيأديه مع نيوكاسل والاجوان اللي قاعد بيحطها في الفرق والكونسيستنسي اللي هو فيها. سريع، فينيشر، بيعرف يرقص، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يشوط بيمينه، بيعرف يشوط بشماله، كورته حلوه كمان، في اسيستاته كويسه جدا. احسن رقم 9 في العالم حاليا، يعني بيزد على الكارنت فورم احسن رقم 9، احسن من هالاند، احسن من اي حد تاني. مين تاني رقم 9 في العالم عليه القيمه؟ مين يعني؟ ليفاندوسكي اكيد، ايساك احسن دلوقتي. مين في ريال مدريد مثلا رقم 9 مهاجم؟ مبابي. يعني ايساك احسن منه دلوقتي، احسن من كيليان مبابي. مفيش يعني. انا مش مصدق فرق الكواليتي ما بين لعيب زي ده وما بين اللي عندنا. التلاتة اللي قدام كلهم، هافرتز بمارتينيلي بتروسارد، مش ممكن فرق الكواليتي. يعني انا فعلا ما عنديش مانع، خدوا يا نيوكاسل فلوس وخدوا الثلاث لعيبه اللي عندنا قدام دول وهاتوا ايساك ده ونبني فرقه تانية من حواليه، مش مشكله. بس ما ينفعش. وبعدين هو هافرتز ده ماسك عليك زله يا ارتيتا ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش ممكن ارتيتا ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا وياخد اي قرار غير ان هو يطلع كاي هافرتز من الملعب او ان هو ما يبداش بيه. اي حاجه تانية هتتعمل ان شاء الله يلعبوا ويوقفوا جون، لكن لازم اثبت ان الصفقه اللي انا جبتها اللي هي ب 60 مليون، لازم اثبت ان اللعيب اللي انا جبته ده صح، وان اللعيب اللي انا جبته ده بيلعب اهو، بيبدا كل ماتش. ديكوا شايفين ده حتى وصل بيه الحال ان احنا بقينا بنلعب هافرتز وينج الشوط الثاني، هافرتز يلعب وينج. يعني مش ممكن. طب يا عم على الاقل لعب خيسوس وينج يمين ونزل هافرتز مهاجم، بس بتلعب وينج. كاي هافرتز ما بيعرفش يجري ولا بيعرف يرقص ولا سريع ولا اي حاجه، بيلعب وينج ليه؟ كل ده عشان عندك، كل ده عشان دماغك عنيده. ما تعترف ان هو صفقه فاشله. انت ابتديت تبوظ الفرقه، والفرقه ابتدت تبوظ من ساعه صفقه هافرتز دي ورحيل جاكا. انت مشيت جرانيت جاكا ليه جرانيت جاكا مشي؟ انا عايز اعرف. لعيب زي جرانيت جاكا ده الموسم اللي فات، الموسم يعني الموسم اللي قبل اللي فات حتى، عامل ماتشات حلوه وكان ماسك لك نص الملعب وعامل لك رقم 8 دي حلو جدا وبيعمل لك اللي انت عايزه، مشيته ليه؟ انا مش. وراح الموسم اللي بعده باير ليفركوزن، كان من اهم اللعيبه عندهم في الفرقه ومن اهم الاسباب ان هم يفوزوا بالدوري. اللعيب ده ازاي مشي؟ مين هيتحاسب على رحيل اللعيب ده وبدلته؟ وده اللعيب اللي انت بدلته فيه. يعني انت مشيت جاكا مش فاكر بحاجه 30 مليون او حاجه ساعتها عشان تروح تجيب تدفع 60 مليون في هافرز وتجيبه تلعبه في الحته دي اللي هي مش حتته. مش ممكن، حقيقي مش ممكن. ولعيبه يعني النهارده انا مثلا قلت
خلاص انا فعلا امبارح قلت التشكيله اللي لازم نبدا بيها هي التشكيله الاساسيه، كنت فرحان بالتشكيله الاساسيه، لكن ازاي ما تبداش يعني يعني ازاي ما تبداش بجبريل خصوص؟ ازاي خصوص ما يبداش وهو الماتشات اللي الفتره اللي فاتت دي كلها فايق وكويس وبيجيب اجوان او بيرقص او بيعمل خطوره في الدفاع المنافس وبيعرف يعدي، عامل قلق، ازاي ما تبداش بيه بعد كل ده وتبدا بهافرتس؟ عشان يعني وهافرتس اصلا هل هو بقى سليم 100%؟ مش هو كان عيان وبقاله كتير عيان وعنده دور برد وسخن وبتاع، ما يقعد يريح؟ ولا انت هتلعبه كمان وهو عيان احسن؟ ازاي تفضله على خصوص في الماتش زي ده؟ ماتش انت عارف نيوكاسل فرقه تقيله دلوقتي والفورم بتاعتهم عامله ازاي، واللعيبه اللي فايقه زي جوردن وزي ايساك، ده يا راجل، ده انت يعني مش ممكن، ده اللي هو انت الف ب كوره، انت لما يبقى عندك لعيب فايق تبدا بيه، ازاي يقعد؟ وتاني، نوانيري قلت لكم ده هيحصل، قلت لكم نوانيري ده هيتصاب، حذاري من ارهاق نوانيري، قعدت اقولها في كذا فيديو، بلاش يا جماعه نلعب نوانيري كتير، انت يعني في ماتشين ورا بعض لعب اتصاب خلاص، نوانيري بخ كده، اسابيع كتيره بره، اسابيع كتيره بره، لعيب زي نوانيري ده بالذات اللعيبه الصغيره، وهقولها دلوقتي تاني، حذاري على لويس كالي من الاصابه، اللعيبه الصغيره دي اللي عندهم 17 سنه، لعيبه لسه سابمه 17 سنه، ما ينفعش تفضل تلعب الريتم ده كتير، لازم تلعبوا مثلا شوط، تلعبوا بعد الماتش التاني مثلا لو لعبتوا 90 دقيقه، بقى الماتش التاني لا العبوا مثلا 60 50 دقيقه بس كده، فاتصاب. تمام، وبعدين انا يعني انا دلوقتي عايز افهم اللي حصرني على ماتش النهارده ده كمان، ان انا بعد ما الماتش خلص قعدت افكر كده، طب هو لو كانوا ادونا شوط تالت 45 دقيقه، تالتين يعني شوط تالت، قلنا يلا يلعبوا 45 دقيقه كمان، حسيت اللي هو لا مش هنعرف نجيب جون برضه. شفت بقى يعني دي بقى بجد الحسره بالنسبه لي، اللي هو انا عارف ان احنا لو قعدنا نلعب لبكره الصبح مش هنجيب جون، مش ممكن على لعيبه نيوكاسل والدفاع بتاعهم واللعيبه، يعني مفيش، وكل كوره بيستموتوا عليها بصراحه، هم كانوا عايزين الماتش اكتر مننا لان الكوره المشتركه كلها نيوكاسل كانت بتكسبها، في استماته في الدفاع، اللعيبه اللي هم دام بيرن ولافرامنتو والناس دي كلها بترمي نفسها قدام الكوره باستماته، مش ممكن. وجو لينتون اللي هو تاني بيجي قدام كل ماتش قدام ارسنال بيعمل ماتش عمره، مش فاهم في ايه، مش فاهم في ايه الحقيقه. فبصراحه ادي اول بطوله طبعا، يعني مش يعني لو في ناس شايفه ان احنا هنروح سان جيمس بارك ونعوض، فانا برضو يعني احب اقول لكم ده مش هيحصل، خلاص احب اقول لكم ده مستحيل يحصل، يعني انا اصلا ده انا امبارح بقول النهارده انا شايف لازم نكسب فرق جون واحد مش كفايه، لازم نكسب فرق جونين. انا بصراحه يعني الواحد حاسس انه مغفل النهارده بعد ما شاف الفرقه وشاف فرقه نيوكاسل وشاف ان احنا اللي احنا بنعمله ده، يعني انا قاعد ده انا ما كانش عاجبني ان احنا نكسب بجون كمان، بقول لازم نغطيه باتنين عشان لما نروح سان جيمس بارك هم هيعوضوا، ده احنا مش عارف يعني، ده احنا لو كنا تعادلنا كنت هعمل يعني كنت هعمل فرح، لو كنا تعادلنا النهارده كنت هعمل فرح، مش ممكن، مش ممكن على ده. وكمان ايدي هاو الصراحه يعني برضو تغيير مش مفهوم اللي هو عمله ده، لما طلع ايساك ده كده ريحنا جدا، انا بقول لكم ايساك لو ما كانش قاعد بالمرتدات بتاعت نيوكاسل في الشوط الثاني، لا كانوا خلصوها خالص النهارده، كانت 3 و4 0 عادي جدا. يعني بصراحه تغيير ايساك اللي هو عمله ده ريحنا قوي 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 قوي، هو قرر خلاص تغييراته كلها، قرر لا انا عايز احافظ على فرق الجونين ده، وكده كده انا عارف ان انا في سان جيمس بارك ارسنال مش هيعملوا اي قلق ولا يخطروا معايا الجماهير، والجماهير هناك صعب والملعب صعب، واحنا اللعيبه بتاعتنا ما تعرفش تلعب تحت كل الضغط ده، وهو عارف يعني وفرق جونين وهيلعب هناك مستريح وهيكسبونا، اصلا انا بقول لكم هنروح نخسر هناك زي ما بنخسر كل موسم في ده هنخسر هناك. فالتغييره دي بصراحه ريحتنا جدا. احنا بقى عندنا ارتيتا، انا عايز اعرف دلوقتي انت دلوقتي خسران واحد وخسران اتنين وبتاع وعايز تجيب اجوان، التغييرات بتاعتك ما بيعرفش يا جماعه يقلب ماتشات، ما بيعرفش يعمل غير مركز بمركز، هطلع لويس كيلي باك شمال، هنزل زينشينكو باك شمال، طب التغيير ده فادنا في ايه؟ هطلع توماس بارتي خط وسط، هنزل جورجينيو خط وسط، طب انت كده عملت ايه؟ التبديلات اللاعب بلاعب ما عندوش حلول، هطلع تروسرد هنزل خيسوس، ما تغير الخطة، غير الفورميشن، طلع لي خط نص، نزل مهاجم، العب باتنين مهاجمين، طلع يا عم مدافع وانا نزل مهاجم والعب بثلاثة ورا، ما في بص صفر فكر، ما بيعرفش يتعامل مع الماتشات لما بيبقى محتاج يكسب وما بيبقاش عارف يعمل ايه، ما بيبقاش عارف يعمل ايه. طب انا عايز اعرف مثلا جورجينيو النهارده، هو يعني نزل عمل ماتش مش بطال، بس انا عايز اعرف دلوقتي ده واحد في ماتش بتاع برايتن اللي هو قبل ده عمل اداء كارثي، تقوم انت ساحب بارتي ومنزل جورجينيو ليه؟ هو بارتي كان سيء للدرجه دي؟ يعني انت دلوقتي قوم نازل يعني بأمارة ايه؟ تبديل بجد، بيعمل تبديلات عشان يبقى بس يبين انه بيعمل حركة وخلاص، ما بيبقاش عارف يعمل ايه.
فعلا ارتيتا ضعيف جدا 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 في تغيير مجرى المباريات، ما بيبقاش عارف ايه اللي يتعمل. تمام. أم بصراحه بصراحه انا شايف ان خلاص دي ادي اول بطوله في الزباله، وانا بقول لكم الشامبيونز ليج في الزباله معاها. ارسنال مش هيكسبوا الشامبيونز ليج، فبقى لك ايه؟ الدوري والاف اي كاب. والدوري صباح الفل، انت فارق 6 نقط عن ليفربول اللي عندهم ماتش متأجل، لو كسبوه تبقى فارق 9، وانت نفسك قاعد بتوقع نقط، وعندك نوتنغهام فورست اصلا شادين حيلهم، يعني اصلا ايه دول فريق تاني نوتنغهام فورست وارسنال نفس عدد النقط دلوقتي. تمام. ولسه هتلعب نوتنغهام فورست في ارض نوتنغهام فورست بالمناسبه. فعندك الدوري والاف اي كاب، وانا بقول لكم الدوري صعب خلاص. انا بالنسبه لي يعني تمام، الدوري فقدت فيه الامل بعد ماتشات اصلا برايتون وفولهام وايفرتون والكلام ده كله. فهو الاف اي كاب، يا اما هتطلع بموسم صفري. السؤال بقى هنا الحقيقي، لو طلعنا بموسم من غير بطولات الموسم ده، يعني ايه بقى القرار اللي اتاخد؟ هل نبتدي نحاسب بقى ميكل ارتيتا؟ انت بقالك ثانيه بقى، انت بقالك مش عارف بقاله ايه 5 سنين دلوقتي مع الفرقه، خدت اف اي كاب وكوميونيتي شيلد. لو قلنا اول سنتين بتبني، اول 3 بتبني، ففي سنتين من غير بطولات، ودي هتبقى التالتة. طيب فانا هل هيبدأ الحساب لارتيتا امتى بقى؟ يعني انا دلوقتي، انا على فكرة مش من انا من الناس اللي بتحب ارتيتا، وفعلا شايف قد ايه يعني الراجل ده هو اللي رجعنا تاني ننافس على دوري، وهو اللي رجع ارسنال. لا لا، وعمل فرقة وجاب لعيبة، وبصراحة بقى لينا شخصية، والدفاع جامد والكلام ده كله. بس فجأة لقيت بقى ايه؟ قاعد بيهد كل الكلام ده صفقات، بيجيب لي صفقات زي هافرتس وميرينو وكالافيوري وستيرلينج. حتى الدفاع الجامد بتاعنا اللي احنا كنا بنقول دفاعنا وجابرييل وصليبه، بصراحه مش شايف ان هو بقى جامد قوي انيمور. الهجوم بتاعنا اللي هو لما كنا بنلعب في موسم 22 23 كوره هجوميه وبتاع وكده، بس مشكلتنا ان صليبه اتصاب وبتاع وكده والدفاع وقع. رحنا الموسم اللي بعده الهجوم، الكره الهجوميه قلت شويه، لا بس الفرقه دفاعها صالب وفي شخصيه وكده ومش مشكله، وبنعرف ناخد 3 نقط. تمام. رحنا بقى الموسم ده لا في ده ولا في ده، الدفاع ما بقاش زي الاول، والهجوم بقى منعدم تماما. فواضح كده ان ارتيتا من نوع المدربين اللي عرف يبني فرقه وعرف يعمل شخصيه وعرف بس لما جه الامر بقى ان هو فعلا بقى وقت الجد جه ومحتاج تنافس على بطولات كبيره وتنافس مدربين عتاوله بقى زي كلوب وزي جوارديولا وزي سلوت وزي لا بقى مش عطل خلاص. فانا بصراحه يعني ابتديت كده ايه بقى 90% متاكد ان احنا مش هنكسب بطولات كبيره مع ارتيتا. يعني ارتيتا فعلا يحسب له حاجات كتير قوي، الشخصيه اللي عملها، اللعيبه اللي جابها، الايدنتيتي اللي عملها للفريق، طريقه اللعب اللي بناها، الكلام ده كله. بس بصراحه صفقاته دي وكل الناس اللعيبه اللي قاعد يجيبها واللعيبه اللي مشاها اثبتت لي انه لا، الراجل ده احنا مش هنكسب بطوله كبيره معاه، شكلها كده ايه، هنضطر يعني نقول له باي باي قريب في رأيي. يعني مع ان انا فعلا من محبينه، بس بصراحة لو احنا طلعنا من الموسم ده، يعني لو طلعنا من المولد بلا حمص وما خدناش اي حاجة، لا ساعتها بقى هبقى ايه، يعني الواحد بقى يفكر، وهنخسر لعيبة مهمة في الفرقة، اللعيبة اللي هتبقى عايزة تاخد بطولات بقى، هتلاقي ساكا بيتكل على الله، جابرييل بيتكل على الله، صليبة بيتكل على الله، الكلام ده كله. فبصراحة لو كمان الموضوع ازداد سوءا وما جابوش حد في يناير، فاحب اقول لكم كده يعني، يعني كل عام وانتم بخير. خلاص مش هناخد حتى الاف اي كاب الموسم ده، ولا هناخد اي حاجه. وفعلا لازم بقى يبتدي بقى ايه، الراجل ده يتحاسب على اللعيبه الميته اللي جابها لنا دي، ستيرلينج وميرينو وكرافيوري وهافرتس، لازم يتحاسب على الكلام ده كله. صفقاته بوظت الدنيا، صفقات مش مفهومه، علامه استفهام كبيره على رحيل لعيبه زي جاكا. والنهارده مثال بسيط قوي قوي ودليل قاطع ان مفيش فرقه بتعرف تكسب بطوله كبيره في الكوره، ولا في فرقه بتعرف تعمل كده في الدوري الانجليزي، تاخد البريمير ليج ده من غير مهاجم. مفيش فرقه بتاخد بطوله كبيره من غير مهاجم. تاني اقعد اقولها، ممكن اقعد اقولها لبكره، مفيش. تمام. اللعيب ده ايساك ده كان قدامك، كان ممكن تروح تدفع مثلا عليه في الصيف فلوس كتيره وكده، اتفرج على سعره دلوقتي هيبقى عامل ازاي، واتفرج بقى على الانديه اللي هتنافسك عليه. ده هيتنافس عليه برشلونة ومدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر، كل الفرق من الاخر اللي معاه فلوس اكتر منك هتروح تجيب اللاعب ده. تمام. ده كان قدامك، واسم ارسنال ارتبط بيه كتير جدا، طبعا ما بنتحركش، ولا يا ريتنا حتى جبنا جناح ولا جبنا اي حاجه، رايحين نجيب لعيبه دفاعيه كلها. انا مش فاهم مين اللي بيخطط في النادي ده والله.